السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناة نانا هوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر، بحبكم كتير في الله. النهاردة هنعمل حاجة مناسبة لحر الصيف اللي احنا فيه ده، مرطبات كده وحاجة حلوة. كل بيحبها ما بيختلفش عليها حد. هنعمل مع بعض النهاردة كريم كراميل دريم السريع الجاهز ل5 دقايق ويتعمل معاكي ويبقى جميل جدا. وهنعمله برضو بطريقتين. طريقة هنقلبه بيها زي ما قلبناه دلوقتي بكل سهولة بيتقلب، وفي طريقة تانية من غير ما نقلبه خالص. انا بحط الكريم كراميل على الوش وبحطه من تحت وبيتاكل عادي في القالب او في البولة اللي انت عملت يعني حطيته فيها. شايفين الجمال والشكل الجميل ده اهو، الطريقتين اهو، والطعم تحفة تحفة وخطير، وبكل سهولة هيتعمل وهيطلع حاجة حلوة، وأولادك هيحبوها وزوجك هيحبها وكل حبايبي. شايفين ما شاء الله ما شاء الله ده جميل ازاي بيتقطع، وكريمي وصافي كده وحاجة تحفة، ما فيهوش اي تكتلات. امشي بالخطوات السليمة وهيطلع كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ومعانا علبة دريم، هنجيب علبتين ومكتوب عليهم الطريقة بالانجليش وبالعربي. وهنجيب كيلو لبن يكون مغلي من قبل كده ومتبرد شوية، وهنضيف الكيسين لكيلو اللبن. كل عبوة بتاخد نص كيلو حليب او لبن حسب ما بتقولوا عندكم. وهندوبه كويس جدا في اللبن بالمضرب، تمام. وكل عبوة معاها كيس الكراميل، وهنرفعه على النار. ودلوقتي هنجيب البولات اللي احنا او الطواجن اللي احنا هنحط فيها الكريم كراميل، وهنجيب كيس كراميل هنضيفه لكل بولة او طاجن من تحت، تمام. هنوزعها كده العدد اللي انت عايزاه. يعني ممكن تجيبي بولات او طواجن اصغر هيطلع معاكي مثلا 8. انا يعني الكمية اللي هتتحط هنا دي مناسبة ليا. كل واحد يعمله بالعدد المناسب ليه وعدد افراد الاسرة. تمام كده، خلاص حطينا الكراميل في الطاجن. وكيس الكراميل التاني ده هقول لكم هنعمل بيه خلينا مع بعض نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنرفع الخليط على النار، نار متوسطة، وهنقلبه كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات لغاية ما يغلي. خلاص هو غلي خلاص كده، هنطفي عليه. وهنجيب بقى الطواجن بتاعتنا ونغرف فيها الخليط بيكون خفيف، ما بيبقاش تقيل وبيتقل على طول، من غير بدون فرن ولا بدون بيض ولا بدون كمان. يعني في طريقة هنقلبه بيها وطريقة هناكله كده من غير ما نقلبه. يعني انا هسهلها عليكي خالص اهو. خلاص غرفناه، قسمناه على البولات او الطواجن اللي عندي، وهنسيبه يبرد 10 دقايق كده او ربع ساعة. يسيبه يبرد خالص، وبعد كده هندخله التلاجة. هيقعد في التلاجة مش اقل من 1.5 ساعة. انا صراحة سبته حوالي 2.5 ساعات كده. تمام كده اهو طلع من التلاجة. وهنجيب بقى كيس الكراميل التاني وهنضيفه هنزين بيه الوش كده، تمام. ممكن تاكليه كده عادي خالص وتحفة وجميل، ولا تقلبيه ولا اي حاجة. وبرضو طريقة قلبه هتبقى سهلة جدا من غير مية سخنة ومن غير اي حاجة.
اهو طعمه تحفة وجميل ومظبوط خالص وكريمي بدون اي تكتلات. دلوقتي هنفرغه من الجناب كده علشان نقلبه على طول. تمام. طبعا هو بيبقى طالع من التلاجة وبيستهدى شوية، وبعدين بيبقى بنفرغه كده من الجناب، وبعد كده بيتقلب على طول بكل سهولة. وجيبوه وعلى ضمانتي، وهتتبعوا الخطوات، وهتطلع الطريقة مبهرة ورهيبة وتحفة وطعم جميل وسهل جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.